صحابي جليل ولد في الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في الفتوحات، جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أميرا وقائدا في فتوحات العراق وبلاد فارس، من كبار الصحابة، كان من أهل الشورى، كان ممن يقدمون في أمر المسلمين، كان ممن يجعلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقدمة الجنود أي قادة وأمراء، كان من القراء الذين يحفظون القرآن الكريم ويعلمونه الناس، عرف بالعلم والرأي والصلاح والعبادة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يولي إلا أهل الثقة. هذا الصحابي هو عبد الله بن وهب الراسبي الأزدي العماني، كان كثير العبادة وشديد الزهد حتى صار في ركبتيه ويديه ثفنات كثفنات البعير. عندما اشتدت الفتنة هاجر هو وخيار الصحابة إلى النهروان، وحكموا هؤلاء خيار الصحابة أن يكون عبد الله بن وهب الراسبي أميرا عليهم، ولكن الفتنة امتدت إلى تلك البلاد التي وصلوا إليها، وأدت إلى استشهاد كبار الصحابة وقراء الأمة، ومنهم عبد الله بن وهب الراسبي رضي الله عنه. في الوفاء وفي التقى ومن خاض في تلك الحروب المهالك.